حزب التغيير والتنمية، مصري وبس. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج التوعيه السياسيه اللي بيقدمه حزب التغيير والتنميه عشان بلدنا تكون احسن بلد. النهارده هنتكلم عن دور الاحزاب السياسيه في المجتمع المصري. الاحزاب عموما بتلعب دور من اتنين، اما دور سياسي مباشر او دور سياسي اجتماعي غير مباشر. بالنسبه للدور السياسي اللي بتقوم بيه الاحزاب عموما هو بيتلخص في 4 نقاط اساسيه. النقطه الاولى انها بيبقى عندها مرشحين للمناصب العامه، فبتقدم مرشحينها وبتحاول انها توصلهم ان هم يشاركوا في الحكم. الحاجة التانية اللي بتقوم بيها الأحزاب السياسية إنها بتحاول إنها تساعد في تنظيم الحكم في البلد، فبتقدم رؤاها، بتقدم النظريات بتاعتها، بتقدم السياسات بتاعتها، بتقدم البرامج بتاعتها. بعض الأحيان الحزب بيشارك في الحكم، وبعض الأحيان بينتقل للناحية التانية، فإذا انتقل للناحية التانية بقى دور من الأدوار اللي بيقوم بيها اللي هو دور المعارضة، فبيبقى هو رقيب على الدولة، رقيب على الحكومة اللي بتحكم البلد، بيحاول ان هو يوجهها الى انها ما تغلطش، ما تشتغلش بطريقة في غير مصالح الشعب او حاجة من كده. الدور الرابع اللي بتقوم بيه الاحزاب في الشكل السياسي بتاعها انها بتقوم بانها تقدم الحملات الانتخابية، بتقوم بحملات انتخابية تشارك في توجيه الناخبين الى النجاح في السياسة. ده الدور المباشر. يبقى الدور المباشر نقدر نختصره بسرعة في 4 حاجات: ان هي بتقدم مرشحين، انها بتشارك في نظام الحكم، الثالث انها بتلعب دور معارض، الشكل الرابع انها بتقدم مرشحين وبتحاول انها تعمل حملات انتخابية عشان تنجحهم. بالنسبة بقى للشكل العام او الاطار السياسي العام لخدمة المجتمع في الجانب السياسي، الاحزاب بتقوم ب7 أو 8 ادوار. الدور الاول انها بتحاول انها توجه الناس انهم يشتغلوا في السياسة، فبالتالي بتخلي الناس تبقى اعضاء في الحزب السياسي، تعرف عن القضايا السياسية، تشارك برأيها، تشارك بصوتها في الانتخابات، فده دور مهم جدا. الدور الثاني اللي بتقوم بيه الاحزاب السياسيه اللي هو التوعيه، ان انا لما بيبقى في قضيه جديده في المجتمع الحزب بيساعدني ان انا اعرف موقفي من القضيه دي شكله ايه، المواقف الاخرى شكلها ايه، فين نقط القوه وفين نقط الضعف. ده دور مهم بتقوم بيه الاحزاب اللي هو التوعيه السياسيه. الدور الثالث اللي بتقوم بيه الاحزاب اللي هو مساله المراقبه، انها بتراقب سياسات الدوله وبتقول الدوله شغاله بشكل صح، ولا في مصالح، ولا في ناس بتنتفع، ولا اي شكل من الاشكال ده. الدور الرابع اللي بتقوم بيه الأحزاب هو الدور إنها بتعبر عن مصالح الأمة. كل حزب بياخد جزء من مصالح الأمة أو قطاع كبير من مصالح الأمة وبيحاول إن هو يدفع بيه في الاتجاه بتاع إنه يكون ممثل في الحكم. الدور اللي بعد كده اللي هو دور مهم جدا أيضا اللي هو دور تمثيل الآراء، إنه بيعبر عن وجهة نظر مجموعة من الناس. الحاجة الأخيرة اللي بيقوم بيها الحزب في الغالب اللي هي مسألة إنه بيحيي الإحساس بالوطنية، بالإحساس القومي. كلنا بنحب بلدنا، كلنا بنشارك في نهضتها، كلنا بنشارك في بنائها، وده الدور اللي احنا نتمنى إن الأحزاب المصرية كلها تقوم بيه. شكرا لكم.